اخويا مات بسبب الحرام. يعني الحلال هو اللي هيرجعه لك. انا مش عايز. طيب لو انت لسه جديد هنا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واتمنى تنبسط. هنتكلم النهارده عن فيلم هارلي، بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، واللي كلنا بنحبه، انا شخصيا بحبه جدا، محمود السيسي، والمخرج محمد سمير. تقول لي مين محمد سمير ده؟ اقول لك معرفش. يلا خلينا نشوف. فيلمنا بيبدأ بهارلي، مهندس ميكانيكا، اخوه بيموت عشان شغله الحرام. فيلم هارلي من الاساس معتمد على نجاح جعفر العمدة، ومحمد رمضان نفسه عارف كده، فليه لا، سبوبة وهتمشي. خلينا نتكلم عن الفيلم كتمثيل. محمد رمضان هو اللي بيمثل في الفيلم، يعني بيعمل الطبيعي بتاعه في الافلام، شوية كوميديا واكشن والشويتين دول. والاكشن في الفيلم معمول كويس، يعني المخرج عاملهم كويس. ومع محمد رمضان في البطولة محمود حميدة، هو كاريزما يا جماعة، هو محمود حميدة كده، احنا جايين نشوف كاريزمته، فهو جايب كاريزمته في الفيلم بصراحة وكويس. محمود حميدة ممثل عظيم. وبطولة مي عمر، الممثلة الشابة الخطيرة اللي يعني بتمشي بتمثل على نفسها، فانا بنصحها وبتمنى انها ما تمثلش تاني ولا افلام ولا مسلسلات بصراحة. يعني مي عمر تمثيل اقل من المتوسط. وطبعا الكوميديا محمود السيسي عامل فيها شغل كويس جدا كعادته، يعني مش محتاجين نتكلم عليه. اخويا مات بسبب الحرام. يعني الحلال هو اللي هيرجعه لك. انا مش عيانه عشان اتعالج. يلا نعمل كده مع بعض، بس نعمل ايه؟ ولو انت داخل الفيلم ده عشان الاكشن فما انصحكش بصراحه، لانك هتلاقي البوستر اللي جنبه على طول فيلم جون ويك 4، وعملنا له مراجعه هنا في القناه، وهو من احسن افلام السنه في الاكشن طبعا. فال100 جنيه اللي انت هتدفعها في فيلم هارلي، لو عايز اكشن روح شوفها في فيلم جون ويك. وكمان في حاجه هتجنني في الفيلم ده، ان الفيلم ده فيه 2 مؤلفين للفيلم. تقول لي ازاي 2 مؤلفين؟ انا ما اعرفش. ريكوست على اللايف ما تقبلوش. يو لايك ات؟ ايوه يا الحمد لله. بتضرب بالقلم ده ليه؟ ابن اسمه محمد هارب. اسيل بتنسى بسرعه. بالنسبه بقى لقصه الفيلم، فمحمد رمضان طبعا هو اجمد واحد في الفيلم، واخطر واحد في الفيلم، واجمد حد في العالم، واصيح حد بيمثل في مصر، وكل البنات بتحبه وبتموت عليه. ده كده طبعا، ده هارلي وحش الاسفلت، والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، يعني حاجات محمد رمضانيه جدا. والاغاني في الفيلم كويسه بصراحه، يعني هي اغاني محمد رمضان مش وحشه، ومش هي اغاني محمد رمضان يعني شغاله. بس نفسي افهم ازاي الفيلم ده بيتكلم عن المخدرات. تمام يا محمد رمضان، تمام يا مخرج، تمام يا 2 مؤلفين، المخدرات وحش، المخدرات معرفش ايه، مش هطول عليكم، بس هو ليه بيشرب وبينام مع بنات طول الفيلم؟ هو ده يعني بالنسبه لي فيلم محمد رمضان الجديد فيلم عبثي بالمره، يعني ما طورش من نفسه، مش فيلم يعني يعتبر اقل افلام محمد رمضان. هو محمد رمضان في السينما اصلا يعني مش قد كده. بس انصحك تخش الفيلم في السينما؟ لا، استنى لحد ما ينزل على المنصه وشوفه براحتك، واستمتع بشويه الاكشن والعربيات اللي فيه وتمام. وبس كده. المهم لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وقول لي ايه احسن عمل محمد رمضان عمله.